أيوه أنا اللي عملت البانيه بالبُن، وكمان بقى هاعمله باللبن، مش قادرة أقول لكم بقى البانيه باللبن عامل إزاي، حاجة كده تحفة، 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 جربوه يا جماعة بالطريقة دي والله العظيم مش هتندموا، ولا فيجيتار ولا بيض ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. هنجيب كده ده نُص بانيه تمام، نزلت عليه بنُص كوباية لبن، والبهارات بتاعتي بقى اللي هي بهارات الفراخ، وبهارات الفراخ وملح وفلفل وقرفة برضه لو حابة، أي نوع بهارات بقى طبعًا أنتِ بتحبيها في اللحوم حطيها. وهانزل بقى عليهم كده باللبن وهابدأ أقلّب بقى والبصلاية المفرومة طبعًا، وهاقلّب كويس أوي، أوي وهاغطّيهم شوية كده وهاسيبهم بقى كده يتّبلوا مع بعض. هاعمل بقى الخلطة بتاعتي برضه كمان سهلة جدًا، جدًا، ولا فيجيتار ولا أي حاجة خالص، الموضوع يا جماعة مش مكلّف خالص. دي كوباية دقيق هانزل عليها بمعلقة قرفة صغيرة، وكمان معلقة بهارات فراخ وفلفل أسود وملح، بس كده خلاص. وخلاص بقى هابدأ بقى أقلّب الحاجات دي كلّها كده مع بعض، وكمان شوية بابريكا لو عندِك حطّي، وكاري برضه لو حابة تحطّي حطّي، وهابدأ بقى أعمل فيجيتار أنا كده في البيت مع نفسي، وهاقلّبه كويس أوي، أوي الحاجات دي كلّها مع بعضها، وأكون بقى مسخّنة الطاسة بتاعتي على النار، وأبدأ بقى إيه أقلّي البانيه بتاعي هيطلع معايا تحفة وجميل أوي، وهيبقى كمان الطبقة بتاعته من برّه مقرمشة وحلوة، ومن جوّه طري وجميل وjuicy وطعمه حلو أوي، أوي، ولا زفارة بيض بقى ولا الكلام ده. هانزل بقى كده بالإيه بالبانيه كده في الفيجيتار اللي أنا عملته في البيت أو في خلطة الدقيق بتاعتي، وأبدأ بقى إيه أنزل بيه كده واحدة واحدة، وهانزل بقى على الزيت السخن، وهيطلع معايا حاجة جميلة ما شاء الله. جربوه والله العظيم فعلًا، فعلًا هيفرق معاكم أوي، أوي. وكمان بقى برضه البانيه اللي عملناه مع بعض بالبُن لو فاكرينه، كان طعمه حكاية، هتحطي في التتبيلة بتاعته ربع معلقة بُن أو نُص معلقة، بتفرق جدًا، جدًا في الطعم يا جماعة، لو حابين تحطوها حطوها، الطعم بتاعها بيبقى حلو أوي، أوي. شايفين بقى لونه كده دهبي وجميل أوي، أوي. جربوه، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة، عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. شايفة الجمال وشايفة الطراوة والحلاوة؟ يالّا بقى جربوه، وما تنسوش تقولوا رأيكم